محمد انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ايه ده ليه؟ بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ بلعب بلاي ستيشن. طالع من الصاله تلعب بلاي ستيشن؟ يوم الجمعه عادي اخلص العب ورانا بلاي ستيشن. تصوير، يلا بينا. يوم الجمعه نلعب بلاي جبت ستيشن. فطار، هنصور فطار الجمعه، يلا بينا. طب اخلص الماتش. مساء الفل وحلقه جديده من تقييمات الاكل. ساره فهمي، محمد حسين راشد. انا حاسس ان انا عايز اشكل. الحمد لله انك قومتيني من على البلاي ستيشن. انا مش مصدق حالي. احنا فرشنا الاكل لاول مره. النهارده يوم سعيد. ايوه ولا ايه؟ جدا. انا حاسس بسعاده. فطار سعيد مع التبع الدمياطي. بس هو عارفه ايه احلى حاجه في الموضوع ده؟ طبعا الاكل جميل وكل حاجه هندوق دلوقتي. بص ده شايف، دي اقل كوبايه، اصغر كوبايه شاي بلبن انا بشربها. دي الفطار ده عشان نبدا طبعا. ان نفوق بقى للدنيا. أيوة. شاي عروسه 40 معلقه سكر 3 تي باج. ناس كده هتصدق. يا ساتر على الحلاوه. هتصدق 40 معلقه سكر. لا ما نتوفى لو 40 معلقه سكر. احنا جايبين ايه بقى بالصلاه على النبي عشان احنا هناكل مره واحده؟ ده عيش ماشي، طعميه عاديه صغنطوطة. جدا. بص ايوه بص يا خرابي، تحس انك عايز ايه ده؟ احنا زي ما قلناش لايكات كبيره غريزه، ولع الدنيا سخنه. بص بقى بنصور لك الحلقه بعد صلاه الجمعه مباشره. ايوه طلعت من الصلاه قلت العب ماتشين. ساره قالت لي نصور، قلت لها طب ليه؟ قالت لي انا جايبه لك فطور ملوكي، وهو بالفعل ملوكي. حسيت انه النهارده يبقى حلقه من سلسله عتاوله زمان. عارفه التبع ده معمول سنه كام؟ في العشرينات. ما كانش في فول يعني في العشرينات. ازاي يعني؟ اي كلام طبعا. عايز اسالك سؤال بقى، لو انت بتتفرج علينا من اي دوله قول لنا ايه المحل اللي زي ده عندك. طب ده ايه يا عم راشد؟ ده ايه يا استاذه ساره؟ فينك أيوة. من بدري؟ الحاجات ده او هذا الشيء هو من اشهر واقوى محلات فول وطعميه، يعني اكل شعبي، اكل الناس البسيطه المفروض. يعني مش بسيطه قوي لان الاكل ده حوالي ب 400 جنيه. مش عايز اتكلم في فلوس، عايز اكل. معانا طعميه صغنطوطه، بص يا خرابي على جمالها، تحس انك ادوق. استنى ماشي. عيش فول بالبسطرمه، هو مش باين قوي، منهار شويه بس. أيوة. ايه بص، هو مش منهار، هيطلع يتاكل برضه اهو. يا خرابي عليه فول بالبسطرمه. وده أيوة. فول بالزيت الحار، ده عشانك، ده تبعك طبعا. ساره جابت لنا 2 طعميتين كبار محشيتين كيري. ايوه اموت واعرف ليه، بس هنفهم. عندي فضول. ما انا كمان عندي يعني فضول. انا ما عمري ما اكلتها، فعندي فضول ان انا اجربها. يعني بقالها قديما من الازل، فانا ما باكلش غير الطعميه دي، وحاجه قليله عشان القولون. عشان ما ينفجرش. ايوه القولون. ساره عامله لنا بقى ده عمايل ايديها بقى. ده الجبنه البيضه الحادقه بالجرجير. في هنا عيش اللي هو بتاع الكشري، عارف العيش ده. وهنا في شيبس، في بقى بيض بالبسطرمه، بيض بالجبنه الرومي، بيض ساده، اومليت ساده، في مخلل، في بتنجان. يا خراب، ده احنا رايحين الطوارئ. ده طوارئ بعد الحلقه. اصيل. بس انت بقى ما كملتش للناس، انت نسيت بقى تقول للناس ان إيه؟ هم يكتبوا لنا اسامي المحلات اللي في البلد. قلت ايه ده؟ شرحت بس نسيت تقول لهم بقى يكتبوا لنا. ما اكيد هتكتبوا لنا في الكومنتات. امال هتقولوا لنا، هتقولوا بتغششونا؟ ما اكيد. يعني قول لنا انا مثلا من أيوة. من قطر واشهر محل عندي كذا، انا من المغرب واشهر محل عندي كذا. مأكولات شعبيه على حسب البلد. اللي هو الاكل الشعبي اللذيذ اللي هو ده. يلا ممكن بينا. ناكل كفايه كلام ده عشان هموت خلاص. يلا بينا. طب ما ناخد الفاصل الوحيد اللي هناخده. يلا. صوت العيش خرافي. نبدأ بإيه؟ فول طبعا. فول طبعا. طب ممكن نبدل بقى، اخد انا فول بالبسطرمه. أيوة. حاجاتي ناحيتي، انت فول زيت حار. ايه ده؟ انت مش هتجرب الزيت الحار؟ هجرب بس ازاي اكل من ده اكتر عشان بحب البسطرمه جدا. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لذيذ قوي. انهيار فول بزيت الحار بالنسبه لي انهيار لما يطلع حلو. يعني انهيار ده حلو ولا وحش؟ انهيار حلاوه. انهيار حلاوه. اوكي. قولي كده يا ساره، انت ما فايتك الفول اللي بالبسطرمه ده. هجرب حلو اللي بيطلع في الصوابع ده. لذيذ قوي. مغذي. هو ايه؟ لذيذ ومغذي. ده عشان فيه بسطرمه. البسطرمه دي احلى حاجه في الدنيا. قولي انها حلوه. قولي دلوقتي جالي زغطه. ادوق اللي بالزيت الحار على ما تخلصي اللي بالبسطرمه. وحشه ما تمديش ايدك عليه. ده بالزيت الحار. ما بحبش الفول يبقى فيه طماطم او صلصه. هو ده ما فيهوش، ده فيه بسطرمه. الاحمر ده بسطرمه مش صلصه. لا. يا ست هانم. استغفر الله العظيم. ابلع بقى بواحد زيت حار عشان ابلع الطعم ده. ماشي. بس يا جماعه الفول بالبسطرمه حلو قوي والزيت الحار حلو، بس انا طول عمري نفسي اعرف ليه يسمى زيت حار وهو مش حراق. هموت واعرف ليه اسمه زيت حار. قولوا لنا في الكومنتات يا جماعه ليه اسمه زيت حار. هو حلو. ايوه. فتحت البتنجان. انا افتكرته بتنجان مخلل. معلش ده حلو. ده عارفه ده الواي بروتين بتاع الغلابه.
طب السؤال بقى، ناكل واحده كده أيوة. اللي هي بتجيب حموضه دي، بص تحس بتندهلك دي، بتندهلك. افتح بقك. ناخد واحده كده ولا على العيش ولا نزلط؟ لا ولا ايه؟ انا هاخد واحده بالعيش. ماشي، انت خد بالعيش كده واحده. أيوة. انا هسمي الله وازلط. بروتين الغلابه حلو، بتنجان كويس، مش واو بس كويس. انا نفسي ادوق بقى الشيبسي. دوق الشيبسي انت بقى، في الحاجات بقى اللي مش مفيده دي. كمامي هتدخل في الاكل. نضرب فول. بطاطس طبيعيه متحمره عادي جدا، مفيش وريني. اي حاجه، وتخينه وجميله. بص السلايس تخين ازاي. دوق. تصدق حلوه. طب احنا ممكن نستخدمها بدل العيش، يعني نعمل كده. عايز حلقه عشوائيه عامل زي الناس اللي بتطلع التيك توك تتغدى دي، بس يعني معلش. حلوه قوي اصلا. نعمل كده. الفول فيه شويه بصل وشويه بسطرمه. بص انت واخد بالك. انا برضو من الحاجات اللي انا بحبها قوي بصراحه العيش ده. العيش ده اللي هو أنا بحبوش اللبناني ده. المحمر اللي بيتحط مع كشري. الكشري. عندنا في مصر بيتحط مع الكشري. ادي في القراميش، ودي في القراميش جامد قوي قوي قوي. بيقول لك ايه بقى، كل ما تتزنق او كل ما تحس بشبع تقوم عامل كده. يعني ايه شبعت؟ بس هو ايه ناقص بقى الرشه الجميله بتاعه الملح والكمون دي. في ايه احلى من كده؟ سيبك من الشباسي اللي ساره بتاكلها، في ايه احلى من ده؟ شويه جزر. انت ما بتاكلش غير الجزر. عليه الضغط وجميل. انا بقى انت تعمل بشيبسي، انا هعمل بده. ما هدوق برضو العيش. انت ده وديتيه بعيد ليه؟ ده بقى كميه حلاوه. العيش المقرمش ده بالفول كده. اجرب ده اجرب المقرمش ده اي بالفول. حاجه. جرب بالفول البسطرمه. ايه رايك في الجمال؟ والله لذيذ. عايزين ندوق الطعميه. لا احنا الاول عايزين نقول قصيده شعر. في ايه؟ لا مش في الاكل. في ايه؟ قصيده شعر في هذا الشيء اللي انا لازم اقول للناس. بصوا يا جماعه، ساره بتجيب جبنه بيضه من عند سوبر ماركت سعودي، بتبقى حادقه شويه بس هي بتعرف تعملها باي جبنه بيضه الحقيقه. تقوم مقطعه الجرجير صغنن كده، وساعات تديله دمعه زيت زيتون. اعرف انا الناس بقى هي الجبنه ايه. براميلي اللي هي اللي بيبقى فيها الفلفل الحراق يا جماعه، قطع كده مشهوره في اي محلات جبن. محمد حبها من سعودي بس، لكن لو جبناها من حته تانية مش هيحبها. تحس ان هو اكل يعني ناس بوزين. جرجير وجبن بس ده جميل جدا، مش بوزين ولا حاجه. احلى اكل. نجرب بالعيش البلدي اخباره ايه؟ لا انت دي فنانه بصراحه. انا محتار من ايه؟ يعني العيش المقرمش حلو قوي طبعا، والشيبسي والعيش البلدي، بس احنا لسه ما سلمناش على الطعميه. احنا فاضل لنا الطعميه دي ودي والثلاث انواع بيض. اخد فاصل واشرب نص كوبايه الشاي دي. انت جايبه ايه؟ برتقال؟ انا عصير يا برتقال. طيبة الدنيا. معلش يا جماعه، انا اسفه للناس اللي بتحب الشاي بلبن، فانا ما بحبوش. ما صراحة بحبش الشاي اصلا. انا مش سامعك خالص. نزل نزل عمل حاجه كده. سقفتين بس، ثانيه. هات لنا بقى البيض بقى عشان ايه ندوق انا بقى. اسف يعني احنا اخوات. هات بقى البيض الجميل ده. هو ايوه خرابي، تحس ريحته زي بتاع الاوتيلات كده. احنا ما ضربناش طعميه. انت بذوق الطعميه بعيد ليه؟ عشان اوسع بس اوسع. ممكن نوسع العيش، يعني العيش بسيط كده نحطه هنا. اوعى تسيبه من ايدك ده، كل شويه تقوم ايه معدي واخد لك واحده جزرايه. عندنا 3 انواع بيض بالبسطرمه، وبيض ساده اومليت وبالزبده يعني، وده بالجبنه الرومي. وعندنا نوعين طعميه، فاحنا بيضه طعميه وبيضه طعميه بيضه. كولوني هنفجر بس. حمام بقى مع حمام بقى وخلاص. لغايه بقى بالليل بقى هتكلم بقى خالص لغايه الساعه 10 بالليل. طيب نجرب البيض الساده الاول. يلا بسم الله. انا مش عارف طبعا هما الاثنين شبه بعض. بص اللي بالجبنه والساده نفس اللون قريب قوي، فاحنا هنجس. انت شايفه انهي الساده؟ انا حاسس ده الساده برضو. ما شاء الله الثقه اللي احنا فيها. ده معروف. طلع بالجبنه للاسف. انا اسف فينا يا جماعه، يعني هو حد ضايق. بسم الله. يلا بينا. يا عيني عليكم. ملحه مظبوط، طعمه مظبوط، ما فيهوش دهون كتير. من اسباب وزني الزياده، زمان ابويا الله يرحمه كان يوم الجمعه يعمل لنا فول، بس اللي هو بيتعمل في الطاحونه ده بيبقى فيهوش اي زي ده. ايوه مهروس كده بالظبط. وكان امي بتجيب جبنه براميلي فظيعه كده، وكنت انا بعمل اومليت، وبابا كان بيعمل اومليت برضه ساعات. فكنت بعمل عيش، رغيف عيش طبعا كامل، بشق اللي هو كده. بص أيوه. بصوا يا جماعه، ده كده
وتقوم عامل العيش كده اهو. أيوة، ومدخله جوه. منه فيه كده اهو. أيوة. طبعا كان العيش اقوى واكبر من كده زمان ده كده، فيبقى في فراغ هنا اهو. ايوه. اقوم مديها فول، ارش شويه جبنه بيضه بايدي طبعا منتهى طبعا. القذاره، بعد كده اخد بيضتين احطهم واكل، بس اكل 5 مثلا من ده، وتبقى دي نهايه اليوم في السرير بقى لغايه السبت الصبح. ايه ده انت كنت بتعمل قماد من زمان قوي. ايه يعني قماد؟ قماد ده نظام رجيم اللي هو وجبه واحده في اليوم، وبيصوم بعد كده بقى لغايه تاني يوم. ازاي بقى قدامك فول وطعميه تقولي قماد؟ تعالي نجرب الطعميه اللي انت جبتيها دي. العب يا سمك. انا بخاف من الحاجات دي. بص، هي طعميه جواها جبنه كيري، وانا احب الكيري بس احبها مع البسطرمه في سندوتش باجيت بعيش سمسم. يلا ندوق بقى. ندوق كده بقى من غير عيش. دي على الدواق اهي، على الدواق. على الدواق. على الدواق. ده كلام بيتقال على البطيخ. على البطيخ. ايه ده؟ حاجه كانت على يا عم سيبها، هي جت على دي. تصدق مش وحشه. مش اول مره حلوة. اجربها. مش حلوه عشان انت ما بتحبش، لسه قايل انت ما بتحبش الكيري في حاجه. ايوه احب الكيري في حاجات معينه بس. لا انا لا بس هي بالنسبة لي- تتاكل مش لدرجه. ايوه انا يعني بالنسبه لي طلعت لطيفه، يعني انا كنت حاسه فكره مش جايه في دماغي قوي، يعني مش راكبه ان انا اكل طعميه جواها كيري. بس هم مش حاطين كيري كتير الحمد لله. الطعميه نفسها طعمها حلو، خضره مع مع الشبك الحاجة. والبقدونس والحاجات بالظبط. خلطه حلوه. الطعميه حلوه، ما ده بقى هنفهمه في الطعميه الصغيره. عجبتني جدا. عجبني جدا ده. قد وشي بالظبط، عشان كده اشترينا الكوبايه دي. ساره كده بدات تشبع، فلازم الحقها بايه. تحب ده؟ ايوه. اسمه ايه ده؟ ليفت. كل ما تحس انك شبعان اضرب على طول مخلل. دي حلقه انبساط. دي حلقه انبساط فعلا. والعيش اللي ساره جابته اللي انا انتقبته ده اللي عجبني فجاه. شفت، هو لازم ده مسلسل حياتنا. لازم ينتقدني بعد كده يجرب بعد كده يقول حلو. جربي مع حته اومليت. لا نجربه مع اومليت بقى التشيز. اومليت بالجبنه. ماشي، انت مش عايز دي خلاص. لا يا خساره. يا خساره. مسرحيه رؤيا مسكينه. والله ما بتمثل، ده انت بتاكل بحق وحقيقي. انا ميت من الجوع، انا فعلا جعان. اعمل ايه طيب؟ المخرج قال له 200 وتتكلم. والله بجد وبحق وحقيقي. بالجبنه ولا بالبسطرمه؟ لا استنى. بسطرمه؟ لا ده بالجبنه. بدات تتهيس. بسطرمه شكلها جبنه رومي صح؟ مش شدر. لذيذ قوي. مش حاطين فيه ملح خالص. عشان الجبنه هي يعني مستعين بالملح بتاع الجبنه. انا من عشاق الاومليت، يعني ممكن اقعد اكل اومليت مثلا يومين ورا بعض، افطار غدا عشاء، ما عنديش اي مشكله. بحب البيض. ده حقيقي. بحب البيض واللبن، ودي الحاجه اللي موقفاني على رجلي لغايه دلوقتي، ان كل اللي باكله بعد كده وحش. ساره بتعمل سندوتش بيض كده بعيش فينو، اديها انت برتقال ما تشيلش. ايوه. بتعمل سندوتش يبقى مفرفر البيض كده، يعني بتعمله ده بتاع اسمها سباليكويتا، اللعيب بتاع تشيلسي سباليكويتا. ما اعرفش ايه سباليكويتا اسمها دي. مقلب. اسمها ايه؟ بيض مقلب عادي، مقلي عادي مقلب. بالسباليكويتا بتقلبيه اسمها سباتيولا. اسمها سباتيولا. ايوه اسمها سباليكويتا على اسم الباك بتاع تشيلسي. تقعد تقلب كل حياتنا على اسامي اللعيبه. اكل عيشنا هنعمل ايه؟ بتقلب سباليكويتا المدافع بتاع تشيلسي ده في الاخر طبق بيض كده. يا ساتر، خش في النفوخ بالظبط. احنا دلوقتي عندنا بيض بالبسطرمه وعندنا طعميه الصغنونه. الطعميه بقى وبعد كده بالبسطرمه اخر حاجه. ماشي. في طعميه كيري هنا، القطه فريده بقى لو ليها في الكيري. ايوه تبقى تجنن. طب استاذنك عيش. ايه ده بجد؟ افتكرت العيش هناك انت ده اللي انا مطبقه اللي كنت لا انا عايزه بيه. حته بس. طيب بسم الله. طعميه جرين انسايد براون اوتسايد. طعميه يعني ايه ده لازم اروح هاسيندا بعد جرين اوتسايد. انت اكلت؟ حلوة قوي. عارفه بقى المحل الحلو والتبعي حلو. المحل الحلو يعمل الطعميه حلوه. عارفه ليه؟ تساليني ليه؟ قولي لي ليه من قلبك. ليه؟ حبه، حبيته من قلبك، حبيته يا فندم. اهو بحبك مش من قلبك. لا كده مش من قلبك. بحبك. عشان انت بتروح كتير تجيب طعميتين كده يبقى نفسك هفاك على الطعميه، حتى لو بتاكل كل يوم بس بيبقى نفسك هفاك على الطعميه. هي تعمل لك حمو قذر كده. حمو صعب. ايوه دي مش عملها لغايه دلوقتي. ما هو الحموم ما بيبانش في وقتها. يا خرابي عليك يا ساره. يا خرابي عليك. أنا عندي حاجه مهمه بالليل. زمان الناس شافتها صح؟ ممكن. انتوا لو عارفين بقى اللي صايع فهم. احنا الجمعه بعد الصلاه عندي حاجه مهمه بالليل. اللي عارف ده يقول في الكومنت. يا ريت. يا ريت. يا ريت. يا ريت. احلى حاجه بقى ان الطعميه طريه كده هشه من جوه ومقرمشه من بره. حاسس ان نفسي في شيبسي من هناك الحلو ده. احلى شيبسي.
شيبسي خطير ومش محطوط عليه اي حاجه يا جماعه، ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه، مظلوم والله، بس رهيب والله مظلوم هذا الشيبسي. احلى من برينجلز واحلى من كل حاجه. عايز شويه مثلا عصير شويه كولا مصري عصير دي. طيب احنا مع الختام، مسك الختام طبعا اومليت بالبسطرمه. الله، ده عشق محمد في الحياه. مش للدرجه دي البسطرمه بس لكن الاومليت لا البسطرمه البسطرمه في اي حاجه بالبسطرمه هتتاكل يا جماعه عادي جدا. فول بالبسطرمه ايه ده يلا البيض بالبسطرمه يناديك، انا جاي اهو يناديك. انا خدت تقريبا بيضه من الاثنين والله خدت بيضه من الاثنين تقريبا من الجوع يعني او من حب البسطرمه. بسم الله. البسطرمه حلو. انا نفسي اروح احضن عمو التابعي نفسه دلوقتي اقول له يا اخي كده بحبك احنا طولنا على الناس. احنا صورنا فطرنا طبعا، بس نقول حاجه بما يرضي الله عشان الحته اللي في الاخر عايزين نقصرها يعني. ايوه طبعا ده مش فطرنا، ده فطار 5 تنفار، وهقول لك حالا كل حاجه، ولكن بعد الفاصل بس بعد البق بقى. البق بقى خد انت برتقال وانا بس كوبايه شاي لبن يا خرابي. اللهم لك الحمد والشكر. نغسل ايدينا بوقنا ونديها سقفتين. فاصل. يا خرابي على الجمال والحلويات وتبع الدمياط الحلوه اللي بقول لك عايز اخده بالحضن اديله بوسه. انا حاسه دماغي مش قادره يعني. عشان دماغي ما تضربش زي سمير غانم. الفطار ضرب في دماغي. أيوة. ما بفطرش كميه الحاجات دي مع بعض، مش هتحصل تاني طبعا. يعني انا بفطر يعني حاجتين منهم بس، لكن انا كميه طبعا كميه الحاجات اللي مع بعض دي في فطار واحد. عزيزي المشاهد، عزيزي المتابع، الفطار اللي انت شفته ده ثمنه 400. حاسه في التلفزيون فجاه. انا فجاه بقيت عزيزي المشاهد، عزيزي ب 405 جنيه. ايه ده 400 ازاي كده؟ دي كده زيرو. 5 علينا من اللي 5. البتنجان اللي كلناه في الاول كان ب 35. الطعميه الست طعميات الصغيرين دول ب 15 جنيه، والعيش الثمان ترغيفه دول ب 40. الفول اللي بالبسطرمه 36، البيض بالبسطرمه ب 30، البيض بالجبنه الرومي ب 30، الاومليت الساده ب 25، فول بالزيت الحار ب 17، الاثنين اللي هو الطعميه اللي بالكيري دول ب 40 جنيه، بطاطس الحلوه قوي دول ب 35، العيش التوست ده كان ب 13، ومخلل الكبير قوي الملون اللي بقول لك كل شويه لازم ترجع له ده الكبير ده ب 25. ايوه يا عم راشد، استفدنا ايه باللي انت بتقوله؟ انا هقول لك، ولو رحت المكان جبت كل الحاجات اللي جبناها تدفع 366 بالتوصيل بالسيرفيس بغيره، على ما جالنا هنا بقى ب 405، والحقيقه جالنا في 17 دقيقه. ما احلى هذا التبع الجميل. رايك سريعا في هذا الفطور الملوكي اللي هنفطر منه بكره وبعده كمان؟ فطار 1000 من 10. ايه اقل حاجه عجبتك؟ اقل حاجه لا مفيش حاجه اقل، كله حلو. انا عارف كله طعمه حلو مظبوط، ملحه مظبوط، دي اهم حاجه بالنسبه لي يا جماعه، عشان انا ما بحبش الملح الكتير، فانا بالنسبه لي الملح مظبوط جدا. الحاجه قرمشتها حلوه، اللي هو حاجه الطعميه مثلا مقرمشه حلو من بره وطريه من جوه او هشه من جوه، مش مفيش مكتومه. حاجه اوفر يا ساره، مفيش حاجه اوفر لا يعني خالص. والفول المطحون الزيت الحار طعمه حلو، لانه مش اي زيت حار بيبقى طعمه حلو على فكره. صح. ومش اي محل، يعني هم محلين من ساعه ما جيت هنا، هم محلين اللي انا باكل منهم فول بالزيت الحار. اي حاجه تانية بحس ان هو زيت محطوط زيت، لكن هو حار لا، بيقولوا عليه زيت حار بالظبط. ايه تاني؟ الاومليتات حلوه جدا. احلاهم البسطرمه ولا الساده ولا الرومي؟ احلاهم لا هم الثلاثه حلوين. احنا بنعمل ريكومنديشن او بنعمل للناس يعني زي ما بيقولوا توصيه، يعني لو انت نفسك دلوقتي تتفرج على الحلقه وقررت تتكلم التابع تجيب حاجه، فساره بتقول لك الفول اللي بالزيت الحار حلو، وانا بقول لك الاومليت اللي بالبسطرمه حلو. الفول بالبسطرمه عجبني جدا، والبتنجان ما عجبنيش قوي. المخلل لذيذ بس سعره غالي قوي على مخلل. العيش مش احسن حاجه في الدنيا، دخلناه الميكرويف شويه، ما هو السوبر واو، بالعكس العيش المقرمش والبطاطس يغنوا عنهم بالظبط. يعني برضو مش عارف الاقي مكان بيعمل عيش خطير. العيش اهم حاجه في الاكل ده كله، هو الاساس. لا بس فيه زي ايه؟ طبالي بيعمل العيش بتاعه هو، انا اكلت من عنده وبجيب العيش كمان، يعني بيبيع عيش لوحده كمان. وجبه زي دي من عند طبالي تعملها بتاع 6000 جنيه. عشان كده تتابعي على راسي
التبع الدمياطي على راسي من فوق. طبعا التبعي مش ارخص، مش يعني هو احلى حلو في الاكل الشعبي، بس هو مش رخيص، في ارخص طبعا في عربيات فول وفي كل حاجه طبعا. بس يعني الحاجات قلت شويه، اللي هي الاقل منه دي قلت شويه، اللي هو زي جاد وشبراوي والكلام ده، فالدنيا قلت دي عنده شويه. فالتبعي يعني لسه اللي ماسك. هو بالظبط، يعني هو لسه شوية. ماسك نفسه. بحب من عنده ساندوتش حلو قوي، اللي هو البطاطس مايونيز كاتشب، ده بموت فيه. احلى سندوتش بطاطس بالنسبه لي تبقى بطاطس وموتزاريلا، اللي هو السوري، ومعاهم توميه. يا خرابي. لا هو بقول لك ان التبعي بيعمل حموضه بس يعني هو بتاكل حموضه. التبعي بيعمل ساندوتش بس في شامي، بطاطس محمره ومع كاتشب مايونيز. انت بتحبيه ده؟ بحبه جدا. تنساش تقول لنا انت بتحبي من عند محلات الفول والطعميه والاكل الشعبي، وزي ما قلنا انت من بلد ايه وايه المحل اللي زي ده عندك، اللي هو بالزبط. من اكبر المحلات اللي بيبيع المحل الاكل الشعبي الخاص بالاكل الشعبي بتاع الناس الجميله البسيطه، ولو ان ما بيبقاش فيه حاجه رخيصه يعني. ما تنساش في لايك، في شير، في اشتراك في القناه. ايوه عايز اوصل تليفون سجل كليوباترا عايز اوصل ل 10000. في 2 انستجرام جريوا من هنا. أيوة. احنا ملتزمين معاك، حلقات ماشيه لا بس ما قلتش حاجه عن التزامي. لا ما قلتش حاجه عن الجدول الحلقه والالتزام. الجايه هقف اعمل ايه وخلاص فاضل تك 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 على اخر باي باي يا جماعه، باي باي.